بنقابة الفنانين وإجراءات الانتخابات في نقابة الفنانين. نرحب بالأستاذ خضير أبو العباس. مرحبا حبيبي أستاذ. أهلا وسهلا بك وأهلا بكم وبقعدتكم وبكل متابعيكم. احنا نريد بالبداية نسلم عليك ونطمئن عليك ويعني نسلم على جمهورك. تحياتي لكم، الحمد لله بخير، ولجمهورنا الحبيب المتابع كل المنى والتحايا، وأطلع قبلة على محياهم إن شاء الله. حبيبي أستاذ، اليوم هو عرس فني، يعني نشوف حضور الفنانين والمثقفين لانتخابات من يمثلهم في النقابة، يعني شنو شعورك وانت تشوف هذا التجمع والعرس الفني من الفنانين؟ والله طبعا اليوم مثل ما تلاحظون جنابك والآخرين، هذا الكرنفال العرس الانتخابي في أروقة نقابة الفنانين العراقيين، وحضور هذه الأعداد من الفنانين دل على شيء، فإنما يدل على أنه الفنانين يبنون نقابتهم بأيديهم بأنفسهم، ويختارون من يمثلهم داخل أروقة النقابة. وهذه التظاهرة التي نشاهدها كل 3 سنوات، وإن شاء الله هالمرة 4 سنوات، ما هو إلا عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة. استاذ، يعني شوف رأي الفنان العراقي مهم ومؤثر بالنسبة للنقابة؟ طبعا اليوم الرأي هو عبارة عن مرآة، الرأي هو عبارة عن توجيه، يعني مو بالضرورة أن يكون الرأي ناقد أو هدام، لا بالعكس، هي الرأي الآراء تكون بناءة من أجل وضع كل عمل على السكة الحقيقية. حاليا يعني بعد نهوض الأعمال وكثرة الأعمال التلفزيونية، يعني شنو اللي يحتاج الفنان العراقي؟ والله أن نحظى بقسمة عادلة من كل الشركات اللي تعمل ضمن دفع عجلة الدراما للأمام، قسمة عادلة. حضرتك أنت مرشح في هذه الدورة؟ نعم، مرشح لرئاسة الشعبة المسرحية رقم 2. أتمنى لك كل التوفيق حبيب أستاذ. شكرا جزيلا. حبيب أستاذ.